اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى متابعين وأحلى اخوات؟ أخباركم ايه؟ بتمنى يا رب ان انتوا تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال، اللهم آمين. قولوا آمين يا حبايبي. تعالي بقى أقولك ازاي تخلي المواعين بتاعتك بتلمع زي ما انت شايفة كده، وايه السر اللمعان ده. خليكي معايا. كان في أخت ليا كانت سألاني وكانت بتقولي ازاي بتغسلي المواعين بتاعتك بإيه عشان كده بتخليها تبرق وبتلمع كده زي ما انتوا شايفين. انا طبعا هقول لكم ومش هبخل عليكم طبعا، واقول لكم ايه السر بقى بتاعنا. حاجه رخيصه جدا، مش غاليه خالص، مش مكلفه يعني. هقول لكم عليها، بس انتوا بس اهم حاجه تابعوني. وكمان عايزه اقول لك على حاجه. يلا يا حبايبي انزلوا كده سيبوا لي كومنت، صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واكتبوا لي كومنت مشجع ولايك وشير يا حبايبي. شاركوا الفيديو مع كل اصحابكم، مع كل قرايبكم، مع كل اللي بتحبوهم. ربنا يا رب يجازيكم خير. ولو حضرتك لسه ما عملتليش اشتراك، انزلي حالا تحت الفيديو في كلمة باللون الأحمر، اضغطي عليها وفعلي زر الجرس على علامة الكل، عشان كل ما انزل حاجة جديدة يجيلكم مني إشعار. وشرف ليا متابعتكم ليا، أحلى اخوات في الدنيا، بحبكم في الله. يلا قلنا أول حاجة هنسمي الله ونبتدي ونتوكل على الله. أنا أول حاجة كده معايا الصابون السائل بتاعنا عادي خالص. طبعا الصابون ده كنت عاملاه معاكم قبل كده، وإن شاء الله هنزل لكم اللينك بتاعه في أول تعليق مثبت. السر بقى بتاعنا في الصابونة اللي هي الجميلة اللي معانا دي صابونة يا جماعة بتاعت زمان، اللي هي الصابونة ايه، صلايت. عارفينها ولا لأ؟ الصابونة دي بتاعت زمان. وطبعا بتتباع دلوقتي ب7 جنيه، هي كانت ب5 بس غليت. الصابونة دي بصراحة يا جماعة جميلة جدا جدا. عايزة اقول لكم بتنضف الحاجة وبتدي لمعة كده، اللي يعني الحاجة كده بتخلي الحاجة بتبرق فعلا. ومعانا طبعا حتة السلكة زي ما انتم شايفين، تكون السلكة تكون ناشفة كده معانا. وانزلي بقى على الحلة بتاعتك، على الحاجة بتاعتك كده زي ما انتم شايفين، ودايما خليها عندك، هتخلي المواعين بتاعتك بتبرق. وكمان هتغسلي بيها اي حاجة عندك، اللي هو البوتاجاز، برضو اللي هي الحنفيات. اي حاجه هتلمعها معاكي، اي حاجه ألمونيا، اي حاجه استانلس، بتنضفها وبتخليها كده مرايه. عايزه اقول لك بصراحه جميله جدا جدا. والحله دي هتشوفوها دلوقتي كده معايا. انا عايزه اقول لك ان انا طبعا اللي انا كنت بشاور لكم عليه دلوقتي ده كان مكان كده، كان بنتي كانت ملك كانت بتعمل فشار ان هو اصلا مش هيطلع، عشان كانت الحله كانت سخنه وحطيتها على السجاده. فطبعا لزقت في قلب الحله زي ما انتم شايفين كده، فطبعا هي مش هتطلع. انا بس بقول لكم ده مش حاجه. اللي في قلب الحلة من تحت ده كده اللي انا بقول لكم عليه ده. ده كان زي ما انا قلت لكم كده لزق من زمان وما بيطلعش. بس الحلة زي ما انتم شايفين كده لمعت اهي، بسم الله ما شاء الله، بقت فله شمعة منورة. اه ده اللي انا بقول لكم عليه، بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين بتبرق ولا لا؟ ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي بقى؟ طبعا الصابونة ب7 جنيه، مش غالية خالص يعني، وتقعد معاكي فترة. وطبعا هتلمع معاكي المواعين كلها، ولا بقى تقولي لي اي نوع صابون ولا اي حاجة. تمام كده. وعايزة اقولك على حاجة برضه، لو الصابون بتاعك حلو، لو اتكيتي على ايدك شوية هيديك اللمعة، بس مش هيديك اللمعة بتاعت برضه الصابونة دي. الصابونة دي جميلة جدا جدا. وعلى فكرة كمان انا كنت بحطها في قلب المسحوق اللي انا عاملاه بتاع اللي هو الغسيل، بغسل بيها برضه، لان انا كنت عارفين ان انا بعمل خلطة بتاعة الغسيل بغسل بيها، بعملها بالشهر. اكيد انتوا اكيد شفتوا الفيديو، واللي لسه ما شافش الفيديو اتمنى يروح يشوفه. ان شاء الله هنزل لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت. ان شاء الله كل الفيديوهات ان انا هنزلها لكم في تعليق مثبت، اتمنى تروحوا تشوفوها. ان شاء الله قناتي تعجبكم. لو انت لسه جديده كده خدي جوله عندي ان شاء الله، اتمنى تكون المحتوى بتاعي يعجبك. المهم ان الصابونه دي بتنضف جدا عشان بحطها في قلب الغسيل برضو، بتنضف الغسيل جدا في قلب الخلطه اللي انا عاملاها. جميله جدا، خلطه ممتازه جدا، وانا بعملها بالشهر كده صراحه بتوفر معايا جامد جدا. وبرضو تركيبه برضو الصابون بجيبها برضو وبعملها في قلب البيت ان شاء الله، وكنت عاملاها معاكم قبل كده. انا طبعا بحب اجيب الحاجات ديت بالشهر، وبصراحه بعملها وبتوفر معايا كتير جدا. وخصوصا في الوقت الغلا ده محتاجين ان احنا نوفر كتير جدا يا جماعه. ربنا يا رب، ربنا يا رب يرحمنا برحمته يا رب، ويرزقنا ويرزقكم، اللهم امين يا رب. فاللي ما شافش بقى الفيديوهات بتاعتي ان شاء الله هنزلها لكم في اول تعليق مثبت، وان شاء الله تشوفوها. ولو انت كده جديده معايا اتمنى كده تاخدي كده جوله وتتعرفي على كده يعني المحتوى اللي انا بنزله. ان شاء الله قناتي تعجبك، وان شاء الله اكون ضيفه خفيفه عليكم يا رب، وتشجعوني وتدعموني يا رب. وان شاء الله قناتي تكبر بيكم، وان شاء الله عايزه عيله ام ملك تكبر كده بيكم، وبأحلى اخوات واحلى متابعين. يلا بقى نكمل الفيديو. اديكم كده عرفتوا السر بتاعي ايه. والصابونه زي ما انا ما قلت لكم مش غاليه خالص، مش مكلفه يعني، الحمد لله.
وطبعا لازم تكون عندك في البيت على طول وتغسلي بيها كل حاجة. حتى برضه يا جماعة صواني الشاي اللي هي الاستانلس، البوتاجاز برضه تغسلي بيه، هيبقى هيديكي برضه لمعان كده حلو زي ما انت شايفة كده. ايه رأيكم بقى كده؟ بيبرق ده ولا لا؟ ما بيبرقش؟ بيبرق طبعا. وكمان انا عايزه اقول لكم جبت لكم كمان الصينيه كمان الاستانلس اهي. هي بالصدفه كده كانت المواعين اصلا الالمونيا كلها كانت وسخه زي ما انتم شايفين، لان انا كنت عامله قبلها بيوم كنت عامله محشي، وكانت الصواني والحاجه دي كانت بنتي بقى ملك دخلت غسلت الاطباق بس وسابت لي المواعين دي. قلت يلا خلاص انا هغسلها مع بعض واشارككم بقى الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب يكون الفيديو النهارده يكون كده عجبك، وخصوصا برضو اختي اللي قالت لي على ازاي مواعينك بتخليها تبرق كده. اتمنى يا رب ان انا اكون جاوبتك، ولو في حد يا جماعه عنده سؤال او اي حاجه يكتب لي كده كومنت وانا معاكم بامر الله تعالى. كده زي ما انتم شايفين كده. وبغسل بقى الحنفيات برضو بقت بتلمع معانا، او زي ما انتم شايفه كده. والحوض بقى غسلته، هو اصلا الميه وانت بتغسلي بتلاقي الحوض لمع يعني لوحده. وده كان السر بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب ان يكون الفيديو يكون عجبك، واتمنى ان اكون ضيفه خفيفه عليكم. وان شاء الله انتظروني بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده وروتين جديد من قناتي وصفه في مطبخي مع ملوكه. كان معكم اختكم في الله ام ملك، واسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.